سلام البنات، ورجعت لكم بوصفة قوة لنهار اليوم. شوفوا البنات اللي يحبوا الريجيم، الناس اللي عندهم السكر وما يحبوش الحلاوة بزاف، جبت لكم واحد الفرماج بزاف بزاف مليح رايحين نخدموه في الدار. المهم هنا راجلي جاب لي 4 ولا 5 شكاير تاع الحليب، ونسيت ما خبيتهمش وفزدولي. المهم قلت راح نطيشهم، لا مستحيل نطيشهم، لازم ندير لهم اعاده التدوير، ورايحه نستعملهم نديرهم جبن منزلي. شوفوا بزاف بزاف مليح، القوام تاعو روعه، دقيقه رايحه تكمليه. شوفوا هذاك القوام، راني مازلت ما حطيتوش اصلا، يبرد لي شويه ومازال سخون. شوفوا القوام تاعو كيف ما جامد، روعه، كانه مايونيز. المهم الجو تاعو بزاف مليح، ماشي هذاك النوعيه تاع الفرماج الحلوه بزاف يعني هذا فرماج اللي يجي بنكهه الثوم، يجي بزاف بنين. هنا واش رايحين نستعملوا فيه؟ كما راكم تشوفوا نجيب برمه كبيره. المهم برمه كبيره. هنا شكاير تاعي تاع الحليب البنات كنت رايحه نحطهم كاملين، بس قلت لا بزاف هكا، اصلا البرمه اتعمرت وما لقيتش اصلا كيف ما رايحه نحط. قلت ندير غير 3 وتشوفوا كيف ما الوصفه. شوفوا جربوها وما تندموش، خليوا لي كومونتير تاعكم، وخليوا لي اذا كان عجبتكم النوعيه تاع الوصفات هذه، خليوا لي برك في لي كومونتير، وديروا هذاك الجام، واللي مازال مشتركش خليوا لي تفعيل الجرس واشتراك في القناه باه يوصلكم كل ما هو جديد. كيما راكم تشوفوا الحليب راهو راب، بدا يروب. المهم كي شفتو بدا يروب قلت والله غير نستعملو نديرو فرماج. مستحيل رايحه الفرماج تاعك رايحه تجربيه وطيشيه وتلقاي النكهه تاعو جاي هكا في النكهه، نكهه كيما البتي سويس، الفرماج ريجيم، يعني بزاف بزاف مليح. انا عظماتي جربوه وما تندموش عليه. المهم كيما راكم تحتاجوه الوليدات كامل للفطور، انا نحب ديما ناكلو في الفطور. يعني كيما ديري مثلا هكا بيض مغلي مع شويه تاع الفرماج هذا وبزاف فيك. شوفوا كنت كما قلت لكم كنت رايحه نحط شكاير تاعي كاملين تاع الحليب، بصح البرمه تاعي اتعمرت، قلت نديرو خير وخير من ما يروح يطيش هكاكا على الباطل. وبعد واحد كما قلت لكم واحد اصلا، انا من نوعيه يا البنات اللي تغيظني الحاجه كي تفزت ونطيشها، والله ما نحب. كما راكم تشوفوا في اخواتنا في غزه راهم ميتين بالشر وضايعين، وكلش ربي غير ينصرهم وربي يعينهم ويقويهم، وهذا ما كان. كما راكم تشوفوا حطيتهم كاملين، بقيت شكاره هذيك تاع الحليب، قلت عندي وصفه بها جديده راهي هي ثاني اي فاسده ورايبه، قلت ندير لكم بها لايورت ولا ندير لكم بها اي حاجه. هنا واش عندي؟ رايحه نحط تقريبا 2 كيسان خل، على خاطر انا الكميه تاع الحليب راهم 3 شكاير. انتي الا كان حبيتي ديريها غير ب2 شكاير ديري فنجال، بس انا حطيتهم لحقت زيد فنجال خلاف من بعد. هنا شوفوا الحليب كيما خاسر رايب، بدا يروب. نحطه فوق النار ونبقى نحرك فيه حتى يدي لي هذاك كامل، يتلم لي هذاك الفرماج. كي نشوف تلم لي هذاك الفرماج كامل نولي نطفي عليه. نروح من جهه خلاف، واش رايحه نخليه يغلي مليح، نروح من جهه خلاف نجيب صفايه، نجيب اي شاش هكا عندنا قماش نوعيه شفافه، ونحطها فوق الصفايه تاعي هكاكا باه يكتر عليها هذاك الفرماج وما يطيحليش في الماء. هذه هي الوصفه تاعنا، وتشوفوني كيف ما رايحه نكملها. هنا كما راكم تشوفوا هذا جاي خمار مغسول وجديد ونظيف وما نستعملوش، كي شغل كي لقيتو مخليته غير للحوايج هذا قلت نحتاجه نبقى نضيف. شوفوا الماء راهو سخون يغلي، وشوفوا مستحيل رايح يهبط معاه هذاك الفرمة، الجبن هذاك ما يهبطش مع الماء، يبقى لي كامل في هذاك القماش هذا، يبقى فيه يبقى لاصق. نبقى نحرك بشويه، راهو شويه يقلق كان في التهبط، ماشي رايح يهبط طول مره واحده، تبقى تحركي بشويه بشويه على خاطر الماء سخون وعندك تتحركي. هنا كيما نلمو كامل ونلم الخمار ونخليه يتعصر مليح. شوفوا كاين اللي يقولك خليه مده تاع ساعتين 3 سوايع يعني يكتر لك مليح، هذاك تستعمليه في الجبن تاع الموزاريلا اللي رايحين نستعملوا به جبن مبشور، نقدروا نستعملوا به للبيتزا المعجنه تاعنا الكلش، يعني نخليوه يكتر مليح. بس هذا رايحه نستعملوا جبن للطلي. هنا راهو بدا شويه يكتر، خليته مون با نص ساعه هكاكا، مون با نص ساعه.
وهو مازال سخون، يعني ما خليته برد ما والو، يعني ثمثم كملته. والله يا البنات دقيقه كملته. كما قلت لكم النوعيه تاع الجبن تاع الموزاريلا، لا كان حبيتو ديروه نفس الوصفه، بس خليه يكتر لكم مليح 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 في هذا الخمار. وزيد اعقدوا الخمار وخليه واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع وهو يكتر. كي يكتر رايحه تلقاوها اصلا كركوبه هكاكا، تقدروا تستعملوه تبشروه في البيتزا في المعجنه، بس ما تجيكش كميه كبيره. بس النوعيه هذه اللي درت لكم تجينا كميه زاكيه. هنا شوفوا كما قلت لكم مازال ما كترش مليح 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 مازال. رايحه نحيه كامل من هذيك الطرشونه، من هذاك الشاش هذاك او الخماره باش نقولوا له، نحيه كامل هذاك الفرماج ونحطه. اذا ما عندكش هاد الاشوار تقدري تستعملي البراميكسر. انا البراميكسر تاعي يتكسر، على هذه اسمه خدمت في هذا الميكسر هذا. نحطه كامل وما نساوش نحطوا له شويه تاع الملح. اذا عندكم دبشه ولا معدنوس حطوا شويه تاع دبشه ومعدنوس. تجيكم منسمه، يجيكم الفرماج تاعكم منسم. انا هنا ما كانش عندي، حطيت له غير شويه سنينه تاع ثوم، وجا النكهه تاع الثوم وجا بزاف مليح. ونحط له شويه قيس تاع 2 مغارف من هذاك الماء اللي يطلق لي من الماء تاعو. بعد نحط له 2 مغارف ولا 3 من الماء تاعو هكاك، غير باهي يتميكسيلي ثمثم باهي ترحالي. هاوليكم هذا الماء تاعو، بعد نحط 2 مغارف ولا 3 على خاطر الكميه كبيره. وما نساوش نملحوه، ما نساوش كيما قلت لكم السنينه تاع الثوم، ونبدا نرحيه. هاي ليكم نبدا نرحيه القوام تاعو بعد جامد، ماشي القوام هذاك كي تهزي يقول لك فرماج اللي طالي تهزي المغرف وهو يسيح معك. لا، لازم الفرماج تاعنا اللي يكون ناجح يا البنات يكون لنا. شوفوا القوام، يعني هذا او سخون مازال حتى ما شدش روحه، ما حطيتوني في الفريجيدير ما والو، والقوام تاعو خاثر. هاي ليكم نهار اللي تحطوه في الفريجيدير ويقعد لكم ساعه، ما با ساعه ولا نص ساعه، تشوفوا الفرق وتشوفوه كيف ما يجمد معاكم. وانتوما اللي تتحكموا فيه ما رايح يسيح معاكم ما والو. هنا شوفوا القوام تاعي ما شاء الله. حتى الكوتي نجيب بورت مانجي، اي بورت مانجي عندنا، ونولي نحط فيها هاد الفرماج ونحطه في الفريجيدير. يعني نحتاجو لولادي نفطر به انا الصباح، سورتو اللي يحبوا يديروا الريجيم وما ياكلوش، ولا اللي عندهم السكر وما ياكلوش الحاجه الحلوه اللي طلع لها من السكر. ننصحكم بهذا الفرماج بزاف بزاف مليح، ماشي حلو يوالمكم كامل. يوالم اي وحده عندها ريجيم، احد دير ريجيم ولا ما عندهاش ولا ماشي راح دير ريجيم يوالمكم. هنا خير من ما نروحوا نطيشوا شكاير تاع الحليب، نبدلوهم بالجبن هذا ولا البتي سويس هذا، نلقاهم لولادي. هنا شوفوا كيما الكميه اللي جاتني، شوفوا هذا الطاس غير يعني حبيت نعتلكم برك. شوفوا كيف ما القوام جامد. هاي ليكم حبيت نعطيلكم باك المصداقيه، لازم في كل فيديو ولا في كل وصفه رايحه نعطيلكم المصداقيه تاعها. مستحيل نحط لكم وصفه ماشي ناجحه البنات، وهذا ما كان. هاي ليكم.